بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعي مطبخ الهوانم، كل سنة وانتم طيبين. أطعم وأنعم وأجمل غريبة وأسرع عمل للغريبة من إيد طنط نهلة في مطبخ الهوانم. الغريبة بتاخد الكيلو كيلو إلا ربع زبدة أو نص كيلو سمن مقدوح، لأن عادة السمن بيفقد حوالي ربع، أو الزبدة بتفقد حوالي ربع قيمتها لما بتتقدح. كمان بتبقى فواحة في الغريبة وبعض المعجنات. بحط على الكيلو، هو مفروض ربع كيلو سكر باودر، لكن أنا ما بوصلوش للربع كيلو أبدا. بصفر الميزان زي ما انتم شايفين وحط العبوة اللي حوزن فيها مقدار السكر. يعني أنا خليته يدوب 230 تقريبا. بجيب سمنة بقى مقدوحة وجميلة زي ما انتم شايفين، صفرت الميزان اهو. سمنة مقدوحة بلدي مبردة نص كيلو. من عندي بضيف كده حتة زبدة 100 جرام، 150 لحد ربع كيلو بس. وطالما السكر مش كتير ولا هتشقق ولا هتفرش بعد الخبز بإذن الله. احنا عايرنا مقاديرنا اهو. بنزوقها ببونبون فرنساوي اللي شايفينه في الطبق المستدير ده، الخرز الجميل ده أو اللؤلؤ، وكمان بالفستق، ممكن بالزبيب، ممكن بالسوداني، بأي حاجة موجودة. ده البونبون وده الفستق. هنصب السكر البودر على مقدار السمن والزبدة، أو الزبدة بس أو السمنة بس، ونقلب علشان لما نضرب بالمضرب السكر ما يطرش. هنقلب بإيدينا كده، وبعدين هنجيب المضرب ونضرب ضربتين 3، وبعدين نحسها بإيدينا نشوف السكر داب ولا لسه، وبتبقى كريمة جميلة وريحتها وطعمها حلو قوي. شير ولايك وتفعيل الجرس يا حبايب قلبي، وقولوا لي بتتابعوني من أي بلد. كل سنة وانتم مليون طيبين. دلوقتي بنضرب بالمضرب ضربتين كده علشان نمزج السكر كويس بالسمن أو السمن على الزبدة زي ما انتم شايفين. بعد كده هنحطها في حاجة أوسع المقدار، بحيث ان احنا نحس المقدار بإيدينا ويدعك كويس قوي قوي قوي. زي ما انتم شايفين كريمة جميلة سايحة ولطيفة ممزوجة بالسكر كويس قوي قوي. هكون نخلة أو جنبي كيلو من الدقيق، ممكن ما احطش كيلو الدقيق كله، يعني هحط شعرة فانيليا، ما نكترش فانيليا عشان ريحة السمن البلدي ما تداريش عليها الفانيليا. ريحة السمن البلدي فواحة وجميلة، خصوصا في الغريبة والبسكويتات. بنتي بتساعدني حبيبة قلبي. الدقيق شوية شوية، حطينا نص معلقة الملح الناعم، شوية شوية بنضيف الدقيق زي ما انتم شايفين، ونمزج لحد ما العجينة تبقى في ايدينا شبه ملزقة، يعني متجانسة بس ملزقة شوية اهي. هنكمل شوية شوية لحد ما العجينة تستقبل كمية الدقيق اللي هي محتاجاها. بنكمل. خدمة العجين بتخلي المخبوزات في ايديكي 100%. كل ما تخدمي العجينة بتاعتك كل ما تلاقي نتيجة أفضل يا حبيبة قلبي. بنكمل وبنلمها، وبعدين هنحطها في وعاء بعد كده أقل شوية علشان الكاميرا، أو وعاء أصغر شوية علشان الكاميرا تستوعب كل المكونات وإحنا بنشوفها. دلوقتي هي محتاجة دقيق أكتر أهي، ابتدت تتلم
زي ما انتم شايفين بنلمها من كل مكان، بنخبزها أو بنعجنها فيه شوية شوية أهي، شوية شوية لحد ما بقت عجينة سهل تقطيعها. وعاء أصغر شوية بنحضر الصواني جنبنا بتاعة الخبز، واحنا بنقطع زي ما انتم شايفين اهي بقت حلوة بتتقطع صح. بنحضر الفرن أو بنسخن فرن على درجة 180 بحيث ان لون الغريبة ما يتغيرش، هي ولا السابليه مش مفروض لونهم يتغير. بنعمل كده نغزة كده زي طبع الحسن في وش الحلوين. بعد ما بنقطعها بنحط البونبون اهو، السيلفر او اللؤلؤ ما بيتحرقش، وخصوصا لو كان نوعه جيد سواء مستورد او مصري اهو. شكلها جميل قوي. وبنتي عملت صاج او صينية بالفستق في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. هنعرضه دلوقتي. ادي البونبون السيلفر وادي الفستق المرصع. احنا عملنا من الكيلو 4 صواني زي اللي انتوا شايفينهم دول. اتخبزت بتاخد من 7 ل9 دقايق بالكتير. جميلة تحفة، ريحتها جميلة ناعمة كمان مش تقيلة اهم. كل سنة وانتوا طيبين، جربوها هتحبوها. من مطبخ الهوانم من ايد طنط نهلة. كل سنة وانتم مليون طيبين. ابعتولي وقولولي ايه رأيكم بعد ما تعملوها وتجربوها. زي ما انتم شايفين لونها موحد، القعدة زي الوجه يا حبايب قلبي.